ازاي الكاتل بيسخن الميه من غير نار؟ هقول لك. اي ماده موصله وليها مقاومه بتسخن لما يمر فيها تيار كهربي زي النحاس مثلا. اي ماده بتتكون من ذرات وكل ذره فيها نواه موجبه بيدور حواليها الكترونات سالبه. عشان الماده تبقى موصله فلازم النواه الموجبه قوه جذبها للالكترونات السالبه يكون ضعيف، فبالتالي الالكترونات السالبه تقدر تتحرك بحريه. عشان كده لما توصل سلك نحاس واللي هو موصل للتيار الكهربي بقطبين بطاريه، الالكترونات السالبه اللي هي بتتحرك بحريه بتلاقي قطب موجب في البطاريه فبتنجذب ليه. الالكترونات دي بقى وهي ماشيه في السلك هو ده التيار الكهربي. الالكترونات دي وهي ماشيه في السلك بتخبط في ذرات السلك، كل ما الاحتكاك يزيد نتيجه شده التيار او شده مقاومه الماده للتيار بيتكون فيها حراره بيخليها تسخن. اي حاجه بقى بتسخن دي فكرتها جيب فيشه حطها في الكوبس، الكترونات سالبه تتحرك لملف التسخين تفضل تخبط في جزيئاته فملف التسخين ده يسخن، فلو حاطين فيه ميه الميه كمان تسخن. بس كده.